على عكس توقعات الموقع الرسمي للويفا، فوز باريس سان جيرمان ب 60% لقدام 40% للبايرن. الكلام ده ما يحصلش وبايرن يقدر يفوز 1-0 وعن استحقاق. اخر 33 ماتش لباريس سان جيرمان على ارضها في ملعب حديقه الامراء في الدوري الابطال اوروبا، ماتشين بس ما جابوش فيهم اجوان، والماتشين دول كانوا قدام العقده بايرن ميونخ. كومان جاب جون في فريقه السابق سنه 2020 في نهائي الشامبيونز ليج واحتفل، والنهارده بعد 3 سنين رجع تاني وما احتفلش. الاحصائيات الشوط الاول تلاقيها كلها البايرن ميونخ، من تسديدات لاستحواذ، شوط على المرمى، شوط عاديه، كسب ثنائيات، كل حاجه تحس ان الفريق ده هيندم لو ما جابش جون في الشوط الاول. باريس سان جيرمان كان عندها مشكله في الشوط الاول ان هي مش عارفه تبني هجمه اصلا، لسببين. اول حاجه بطء نيمار وميسي في الهجوم. تخيل جينا الوقت اللي بدانا نقول بطء نيمار وميسي، اللعيبه دي ما تقدرش تعمل ضغط على سومر او على دفاع بايرن ميونخ، فطبيعي ان هي كانت تستقبل الهجمات، بتسيب الكره لبايرن وتبدا هي تلعب مرتدات. لكن الكلام ده حتى ما عرفوش يعملوه بسبب عدم وجود امبابي معاهم. بايرن ميونخ كان بيضغط على طول على باريس سان جيرمان، وفعلا جاله اكتر من كره في الشوط الاول كان ممكن يجيبها جون، لكن ما عرفش يعمل كده. باريس سان جيرمان عندها عيب مهم جدا، ان هم ما بيعرفوش يطلعوا بالكوره، نص الملعب بتاعهم ضعيف. طبيعي انت لما تيجي تطلع بالكوره، مدافعين اول الخط بيكون هم المسؤولين عن طلوع او بناء الهجمه، ونص الملعب بينزل معاهم يساعد. لكن نص ملعب باريس سان جيرمان هش جدا ضعيف، ما بيقدرش حتى يساعد المدافعين ان هم بيطلعوا بالكوره. بايرن ميونخ كمنظومه قويه بيقدر يضغطهم كنص ملعب وكمدافعين على بعضهم، وفعلا ده اللي حصل الشوط الاول، وعشان كده خدوا الاستحواذ وكانوا اخطر. مدرب بايرن ميونخ قال لك من فتره ان مبابي هيلعب الماتش ده وان دي خطه من باريس سان جيرمان عشان يفاجئوهم، لكن طبعا الكلام ده مش صح، لان مبابي لسه متمرن بس امبارح كان اخر مره في التمرينات، والنهارده ما بداش من الماتش. طبعا لما يكون عندك قيمه زي مبابي لو جاهز اكيد هيلعب، مش هتكون خطه ان انت تحطه على الدكه، كان مفيش الكلام ده في الكوره. انت لاعب زي ده هينزل، لو جاهز هيلعب. وطبعا زي ما احنا شفنا كان اهميته عامله ازاي في الشوط الثاني، جاب جونين والجونين طلعوا اوفسايد واتلغوا، لكن بغض النظر عن الجونين اللاعب كان عامل اداء كويس جدا وبدا يحرك نيمار وميسي معاه. طب هل ميسي كان بالسوء ده؟ لا، ميسي يا جدعان ما كانش سيء خالص في الماتش ده، لكن باختصار احنا متعودين على ميسي بتاع زمان، اللي هو بينزل يستلم الكره من نص الملعب والمدافعين ويفضل يجري لحد ما يجيب جون. الكلام ده ما بقاش يحصل، ميسي سنه كبر، فطبيعي ان هو بيبدا يستلم الكوره او من نص الملعب ويبدا يوزع على المهاجمين اللي معاه، ايا كان هم امبابي او نيمار. نيمار برضو كان بره الاداء تماما في الماتش ده، ما كانش كويس، وكانوا محتاجين امبابي، عشان كده اول ما امبابي نزل نيمار وميسي ادائهم اتحسن، والمنظومه باريس سان جيرمان اتحسنت كلها. كانت هتبقى خطه حلوه لو باريس سان جيرمان ما استقبلش جون لحد نزول امبابي، لكن الكلام ده ما حصلش، ان امبابي نزل والجون بايرن ميونخ جه قبليها تقريبا ب5 دقايق بس. طب تعال نحلل كده جون البايرن ونشوف هو غلطه مين. ناس كتير غلطت مينديز باك الشمال بتاع باريس سان جيرمان، لكن انا مش شايف ان هي غلطه مينديز خالص. لو عدت الجون ده اكتر من مره، كرة كانت مع شوب مودينج اداها لالفونسو ديفيز، الفونسو ديفيز بدا يعدل عشان يلعب عرضيه، ركز كده على مكان او على تمركز ماركينوس. ماركينوس واقف لوحده تماما، مع ان المفروض بيستقبلوا او اللي بيقفوا مع المهاجمين بتوع البايرن هم اتنين، سيرجيو راموس وماركينوس. ماركينوس هنا واقف لوحده تماما، فمنديز طبيعي بيعمل حاجه اسمها ترحيل. منديز ماسك الوينج الشمال اللي هو كومان، انا هسيب كومان وهبدا اخش مع المهاجم اللي جوه منطقه الجزاء. ليه؟ لان ببساطه ده الاخطر، الكره لو جات له هنا بجون على طول، لان طبيعي الوينج ابعد فخطورته اقل. فمنديز عمل الصح، ان هو عمل ايه، رحل جوه عشان يبقى واقف مع منطقه الجزاء، وساب الوينج اللي هو كومان لوحده، بحيث ان الكره لو جات له يقدر بعديها يروح عليها، او على الاقل خطورته هتبقى اقل ما تيجي اللاعب في البايرن جوه منطقه الجزاء. وده فعلا حصل، لكن كومان كرة جات له شاطها فيرست تايم بطريقه حلوه جدا وجات جون. في ناس كتير برضو غلطت دوناروما في الجون ده، لكن انا شايف ان هو يعني ما يتحملش الجون ده، لان الكوره مرعوبه اوفر. تخيلها كده معايا، الكوره مرعوبه اوفر من اليمين، فدوناروما بيبدا يرجع ناحيه الشمال، الكوره لسه بيعدل جسمه او لسه بيقف، كومان على طول شاطها. مشكله الحراس الطويله في حاجه واحده بس، ان هم عقبال ما ينزلوا على الارض بياخدوا وقت. واللي بيتفرج على تشيلسي او يتفرج على كورتوا مع تشيلسي زمان كان هيشوف النقطه دي، عايز تجيب جون في كورتوا كنت بتشوطه على الارض. يمكن طور في الحته دي مع ريال مدريد، لكن دي كانت مشكله كورتوا. منظومه بايرن ميونخ قويه جدا، عكس ما الناس كلها كانت متوقعه ان الماتش ده هيروح بسهوله لباريس سان جيرمان. لا، البايرن اسامي كتير منها راحت، اخرهم ليفاندوسكي، واللي ماني عوضه، واللي بالمناسبه ان النهارده ما لعبش، وبرده بايرن قدرت تكسب. فالفريق ده فعلا هيبقى قوي جدا لو عدى باريس، وفعلا فريق يخوف. واخيرا فاز من يستحق، بايرن ميونخ كان فعلا يستحق ان هو يفوز بالارقام وبالاحصائيات وباللعب وبكل حاجه. بايرن ميونخ كان احسن، وفعلا قدر يكسب 1-0 على باريس سان جيرمان على ملعب الامراء. ماتش جاي هيكون في المانيا، يمكن ناس كتير بتوقع ان بايرن هيتاهل، لكن انا بقول ان لسه مفيش الكلام ده خالص. باريس سان جيرمان هتنزل الماتش الجاي، ولو راسي الهجوم كامل، امبابي ميسي نيمار، الفريق هيختلف تماما، وهنشوف الاداء الكويس بتاع باريس سان جيرمان اللي كان في اخر الشوط الثاني،
موجود من اول الماتش خالص. طبعا بايرن ميونخ ساعتها مش هيكون مضطر ان هو يهاجم لان هو خلاص 1-0 والنتيجه في صالحه، فممكن ساعتها هو يقدر يلعب مرتدات ان هو يبدا يدافع عشان ما يسيبش مساحه لمبابي، ويقدر يلعب مرتدات. والبايرن يقدر يعمل كده لان هو عنده وينجات سريعه قوي زي سانيه كومان، وعنده ساديو ماني لو رجع، وعنده جنابري على الدكه، ففعلا يقدر يلعب على الطريقه دي.